عليكم السلام ورحمة الله وهي بس درعية هذا من إصدارات المجمع طبعا مجمع الملك مدفون في كورة داخل الحرم فضغط على يشتغل عليها بسكت سهل لو فطلع ينقل بلا لا في كورة داخل الحرم طباعة المصحف الشريف. تم افتتاح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في عام 1984 ميلادي على يد صاحب السمو الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. طبعا مجمع الملك فهد ينتج سنويا ما يقارب من 20 مليون نسخة من كتاب الله بالأكثر من 200 إصدار مختلف، منها 77 ترجمة لمعاني القرآن الكريم، ومنها السبع الروايات المشهورة: رواية قالون ورواية ورش ورواية البزي ورواية شعبة ورواية حفص. جميع الترجمات وجميع الروايات بحجم واحد اللي هو حجم الستاندر العادي. رواية حفص فقط موجود منها 6 أحجام لأن هي الأكثر انتشار. طبعا مراحل كتابة الخطاط للمصحف الشريف تمر ب5 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الرسم فقط بدون تنقيط وبدون تشكيل وبدون علامات الوقف، هذه المرحلة الأولى. بعد كل مرحلة يوجد لجنة علمية تقوم بمراجعة ما كتبه الخطاط. طبعا بعد ما ينتهي من مرحلة الخط، حجم الصفحة الأساسية اللي يكتب عليها الخطاط هي 1 متر ب70 سنتي. هذه الصفحة الأساسية اللي يكتب عليها الخطاط. كم يجلس فيها الخطاط الصفحة الواحدة كم يوم؟ الصفحة الواحدة غير محددة، لكن المصحف كامل استغرق كتابته 3 سنوات. المصحف كامل. نعم. إيه. المرحلة الأولى هي مرحلة الرسم فقط، ثم ينتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة تنقيط الآيات، هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة تشكيل الآيات، هذه المرحلة الثالثة. ثم المرحلة الرابعة اللي هي علامات الوقف وعلامات الصلة. والمرحلة الخامسة والأخيرة اللي هي مرحلة ترقيم الآيات. طبعا جميع الموجود في الصفحة هو عمل يدوي، حتى الرسم يوجد رسام خاص في مجمع الملك فهد الشريف للرسم والزخرفات الخاصة. هذه المرحلة النهائية. حاجة جميلة معالي الوزير أن المرحلة الأولى تشبه أول ما دون فيه القرآن الكريم من غير نقاط من غير أي شيء. سبحان الله، فكان يقرون زي ما هو، ولكن مع مرور خشية أن يعني أنه يفهم بطريقة أخرى أو كذا. هنا جت عملية التنقيط، وهو أول من نقطه الأسود الدولي، أول من نقط الأحمر. كلها سبحان الله كانوا يقرونها كذا. حتى احنا الآن ترى لو تقراها كذا حتقراها من غير نقط ترى ماشية معها، يعني عرفوا شو اصبر على ما يقولون. أيوه عندنا داوود سبحان الله. ليش؟ لأنه بالفطرة تعود بالفطرة، فهم كانوا يقولون من غير نقط. سبحان الله بالفطرة حتى العرب يخافوا عنه. الله يعافيك. شوي خوي شنو
ما في عشاء اجل ان شاء الله الصبح ان شاء الله ان شاء الله